السلام عليكم. دايما انا والاستاذ وحيد جاري مقتنعين ان مفيش حاجه اسمها بني ادم مصري وناجح في نفس الوقت. بس احنا يمكن بقالنا 3 ايام ما بننامش، مش عشان الموضوع ده خالص، احنا كان عندنا ارق فقلنا بما اننا صاحيين بقى فنستغل الوقت في حاجه يعني. في مجال احنا كمصريين كلنا شاطرين فيه جدا وبالفطره وبنمارسه كتير وموهوبين فيه فعلا، هو مجال التجاره. يعني انت لو ركزت كده هتلاقي ان انت كمصري معظم ايام حياتك عايش بتبيع كرامتك. في مواقف تانية بتحصل بتضطر تبيع مبادئك، حد ضايقك فبتشتري عداوته، لو انت رايق بتشتري دماغك. فاحنا طول الوقت في بيع وشراء، فموهوبين جدا في حتة التجارة دي، ورغم كده بنخاف ناخد الريسك او بنخاف نتطرق لها. فاحنا هنركز في التجارة لان التجارة هتخلي معاك فلوس، ولو معاك فلوس بنسبة كبيرة ممكن تقدر تبقى ناجح يعني. والفلوس مهمة يا جماعة، عشان الناس اللي هي بتقعد دايما الفلوس مش كل حاجة، هي مش كل حاجة بس هي مهمة. ومش شرط خالص نربط ان اي بني ادم معاه فلوس فلازم يكون بني ادم ظالم ومفتري ومرتشي وبيقبل على نفسه وما بيصلش رحمه وبيصلي في قبلة غلط وبياكل بايده الشمال وشه عليه غضب عوض. مش شرط. يعني هو ممكن يكون بني ادم معاه فلوس ومحترم في نفس الوقت عادي يعني. طيب انا لو اتاجر في ايه؟ هما في 3 سكك. اول سكة اللي هي الشمال، اللي انت بتبقى تاجر اثار او تاجر مخدرات او تاجر سلاح او تاجر اعضاء. وهي السكة دي كويسة، يعني هي هتوفر لك فلوس كتير في وقت قليل جدا، بس بنسبة كبيرة يا هتتسجن يا هتتقتل، فمش هتلحق تستمتع بالفلوس اللي انت عملتها دي. وانا بكلمك بالمنطق، يعني مش هكلمك بالدين عشان انا يعني دقني دي سايبها كسل. طيب يبقى مش هنركز في السكة دي. طب تاني سكة ايه؟ تاني سكة الناس بتفكر ان هي مضمونة بس هي مش مضمونة برضو. اللي هو انا هلعب على مطاعم الاكل، كده كده الناس عمرها ما هتبطل اكل ايا كان ايه. فلا مش شرط، لان الناس مؤخرا بقت بتاكل في بعض اكتر، فما بقتش مضمونه زي الاول. طب اللبس، الناس ما اكيد مش هتبطل تلبس برضو يعني. لا يعني احنا كرجاله او شباب مطحونين، فهو طقم للصيف وطقم للشتاء وطقم لو في حجز كوره. والبنات ما بقوش مقتنعين بحوار اللبس ده مؤخرا، وبقوا يحسوا ان هو موضه قديمه، اللي هو البس ليه يعني. فبرضه اللبس مش مضمون، والسكك اللي انت مفكرها مضمونه دي كلها ما بقتش زي الاول. طيب ايه بقى السكة المضمونة؟ ركز معايا بقى عشان هي قصة طويلة شوية. هي أسرة مكونة من 4 أشخاص. بيبقى الأب رجل أعمال كبير جدا، غالبا اسمه حاجة المنستيرلي، مش عارف ايه بالظبط عشان مفتيش. وبيبقى الابن مدمن مخدرات، فمعظم الوقت بره البيت ودماغه مش معاه. وبتبقى البنت منظمة وقتها ما بين محاضراتها وتمرين الاسكواش وجوازها العرفي. وبتبقى الأم هي دي اللي هنلعب عليها. هي بتبقى ست فاضية جدا، محدش معاها معظم الوقت في البيت، وخلصت كل الندوات اللي ملهاش لازمة وكل الجمعيات اللي ملهاش معنى. فهي بتبقى فاضية. الست دي بقى بتشتري أي حاجة سينيه أو أي حاجة مفيش منها كتير أو مفيش منها تاني. يعني أنت ممكن تبيع لها شطافة بيكاسو وهتدفع فيها ملايين الجنيهات على فكرة. ممكن تبيع لها الفانيلا الحمالات اللي كان لابسها نيوتن ساعة ما التفاحة وقعت على دماغه، هتشتريها. ممكن تبيع لها شريط الفيلم الوحيد اللي عادل إمام عمله وما بس البطلة اللي قدامه، دي برضو حاجة نادرة جدا فممكن تشتريها. ممكن تبقى لها شرابات مارادونا، شرابات بيليه، واعمل برضو 3 ب10 مليون، هتشتريهم برضو حتى لو ملهاش في الكورة. تمام. فدي السكة اللي احنا هنلعب عليها. اهم حاجة بس تحاول ما تتقفش، يعني نلعبها بالصياعة كده او بسنس، وما تخافش. ولو ما اقنعتكش بالطريقة دي فجرب عموما التجارة في اي حاجة تانية انت مقتنع بيها، ومش من اول مرة هتيجي معاك يعني. افضل جرب وافشل وجرب وافشل وجرب وافشل لحد ما فلوسك تخلص، ومش هتنجح برضو في الاخر. تمام. لو الفيديو ده عجبكم، انا نفسي نوصل الفيديو ده لجوز خالتي، لان هو قال لي انت بني ادم تافه ومش نافع وعمرك ما هتوصل لحاجه. وانا الحمد لله في اللحظه اللي انا فيها دلوقتي دي عايز اقول له عرفت منين. وبما ان انت شاطر كده وعندك نظره، فحاول تعرف لي انا هاخد اعفاء من الجيش ولا لا. وجزاني وجزاكم الله كل خير.